السلام عليكم، ازي حالكم؟ عاملين ايه؟ النهارده شرح جديد واستراتيجية جديدة، وطبعا لعبة جديدة هنعلمك ازاي تكسب فيها، وهنديك استراتيجية تقدر تكسب في اللعبة دي وتحقق ارباح كتيرة جدا. طبعا ده للناس اللي مسجلة ببرومو كود ليام 15 الموجود عندك على الشاشة. لو انت مش مسجل ببرومو كود فما انصحكش انك تخش تعمل الاستراتيجيات بتاعتنا دي او تلعب بيها، ولكن انصحك بان انت تروح تعمل حساب جديد وتسجل فيه بالبرومو كود الموجود عندك على الشاشة ليام 15، وتشحن بمبلغ كبير في الشحنة الأولى، أكبر مبلغ تقدر تشحن بيه، لأن كل ما تشحن أكتر كل ما تزيد نسبة ربحك أكتر، زائد نسبة ربح الكبيرة اللي بيديها لك برومو كود ليام 15، وطبعا زائد ال 200% على الإيداع الأول اللي هيديهم لك. طيب لو أنت مسجل برومو كود ليام 15 فخلينا نروح نشوف الشرح بتاعنا. أول حاجة دي صفحة الألعاب، كلنا عارفينها صفحة الألعاب في تطبيق وانكسبت. هنزل تحت أهوت لحد ما أوصل للعبة الضفدع. لعبة الضفدع زي ما أنت شايف كده. طبعا هي لعبة ربحها كويس جدا، مضمونة إلى حد ما، وخصوصا إن أنت أول خطوة بتاخد 1.3 من 10. يعني ممكن تاخد أول خطوة وخلاص، لو أنت داخل مثلا ب1000 جنيه هيبقوا 300 جنيه، وتاخد نفسك وتطلع وخلاص يبقى 300 جنيه في كل مرة في كل مرة في كل مرة، كل دورين أو ثلاثة هتلاقي نفسك بتخسر مرة وخلاص، وتبقى أنت كده كل مرة بتكسب 300 جنيه وتريح نفسك. لو أنت مثلا في 2 و7 و17 فأنت بالنسبة لك برضو بتكسب ضعف المبلغ بتاعك، لو 1000 بيبقوا 2000، وتجرب بالوضع ده. طيب خليني اقول لك الاستراتيجيه بتاعتنا النهارده، بس الاول احنا هنجس نبض اللعبه، لان هو اللعب بالنسبه للعبه ديت بيكون هنا وبعد كده على الاطراف، مره هنا ومره هنا، او بيكون العكس، بيكون برضو هنا ومره هنا ومره هنا. فاحنا اول حاجه هنجس نبض اللعبه، نعرف هو المفروض احنا هنلعب على الطرف اليمين ولا هنلعب على الطرف الشمال. فهنخش مثلا ب 20 جنيه اللي هو اصغر مبلغ. طبعا انا دايما بختار اللي في النص هنا، دايما بختارها حتى لو هي وقعت مره ما بتقعش المره اللي بعدها، عشان تبقى فاهم. دايما هختار اللي في النص دي. المرة دي بقى يا هختار ديت وبعدها ديت، يا اما هختار دي وبعدها دي. تعال نشوف، فليكن مثلا هبدأ بدي عشان اعرف هنلعب يمين ولا شمال. كده لعبت، يبقى هتلاقي دي اهي، هتلاقي دي تنفع معايا، يبقى خلاص مش هلعب على الجنب ده، هختار ديت اهوت، وبعد ما اختارها هلعب على الجنب ده. لا، اللعبة كده غيرت الدنيا خالص بتاعتها. طيب جابت مرة هنا ومرة هنا، خلينا احنا بقى نبدأ احنا كمان نغير مرة هنا ومرة هنا اهو. طيب اللعبة غيرت الدنيا خالص زي ما انت شايف. عملت المرة دي هنا، تعالى بقى اخش بقى بمبلغ كويس. خليني اخش مثلا ب 120 اهو. انا خلاص عرفت ان المرة دي هختار هنا، هختار برضو اللي في النص، وبعد ما اختار اللي في النص هختار اللي هنا. كده بقت 2 و17، طالما اخترت اللي هنا غالبا هتيجي معايا اللي هنا. تمام كده انا كسبت فيه 5، يعني كسبت 651 جنيه التقاط المكاسب. المرة الجاية هلعب على الجنب التاني، يلا بينا. برضه هختار برضه اللي في النص، زائد خلي بالك ان كل دورين تلاتة اللي في النص ديت بتاع معاك، كل دورين تلاتة مش على طول. هختار بقى الجنب التاني، هلعب على الجنب التاني اهي، كسبت معايا خدت بالك. اخد اللي هناك الاخر خالص، زي ما انت شايف كده نفس القصة. التقاط المكسب برضه 651 من 120 جنيه. لو انت مشيت على الاستراتيجية ديت خلي بالك، مرة يمين ومرة شمال، يبقى انت بالنسبة لك دايما بتختار اللي في النص هنا. لو جيت معاك المرة دي هنا تختار دايما اللي عكسها هنا. طب ولو كنت خدت اللي هنا تاخد اللي عكسها هناك هنا، وملكش دعوة بالأخيرة، لأن الأخيرة اللي هي في 27 دي بتبقى صعبة جامد، وما بيبقاش غير فيه واحدة فيها بس، فصعب إن احنا نتوقعها. فما تقربش ناحيتها عشان خاطر ما تخسرش فلوسك. دي كانت استراتيجيات اللعبة، تقدر اللي انت تجربها وتحدد منها مكاسب كبيرة. طبعا ماشي مع الاستراتيجية بتاعتنا، ولازم تكون مسجل ببرومو كود ليام 15. لو انت مش مسجل بيه فما انصحكش علشان تحافظ على فلوسك. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.